لكن آخر فصول التعتيم كانت في الجزائر، إذ منعت وزارة الاتصال الجزائرية صدور عددي الأحد لصحيفة جريدة الجزائرية باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بعد نشرهما ملفا حول تدهور صحة بوتفليقة وتأكيدهما أنه تم نقله يوم الأربعاء الماضي إلى الجزائر وأنه في حالة غيبوبة عميقة. حسب مصادرنا الرئيس بوتفليقة في غيبوبة. حسب مصادرنا عاد للجزائر يوم الأربعاء على الساعة 3 صباحا، غادر باريس ووصل الجزائر الساعة 4 أو 5 صباحا، يعني في وقت وين غير ممكن يشوفوه الناس، يكون بعيد عن الأنظار. مصادر عسكرية فرنسية، مصادر طبية، مصادر مقررة من رئاسة الجمهورية الجزائرية، هذه المصادر اللي اشتغلنا عليها. وفي حين لم يصدر أي بيان يكذب ما قالته الصحيفة، يطالب العديد من الجزائريين معرفة حقيقة الوضع الصحي لرئيسهم وسط علامات استفهام كبيرة حول طريقة إدارة البلاد خلال فترة مرض الرئيس. غيب الرئيس الجزائري عن بلاد منذ أكثر من 3 أسابيع، يثير إذن تساؤلات كثيرة في الشارع. ففيما تؤكد السلطات أنه بصحة جيدة ويخضع للراحة، أحزاب المعارضة تطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس لاستحالة أداء مهامه بسبب المرض. تقرير مراسلنا كمال زايد. حركة نشيطة في شوارع العاصمة رغم غياب مواطن واحد. هذا المواطن ليس شخصا عاديا. الجزائريون يعرفون أن رئيسهم مريض، لكنهم يجهلون مكان تواجده. الصحافة المستقلة تنتقد منذ أيام طريقة التعاطي الرسمي مع مرض رئيس الدولة. أين يتواجد الرئيس؟ فالجزائريين فهو رئيس الدولة بطبيعة الحال، ليس في شخص بوتفليقة، ولكن كرئيس الجمهورية الجزائريين من حقهم أن يعرفوا أين هو رئيس الجمهورية. إذا كتب الله أن صحة الرئيس تتدهور فالجزائر واقفة. يعني أنا من أنا من الذين يقولون أن الجزائر أكبر من أي شخص حتى وإن كان رئيس الجمهورية. أحزاب المعارضة قلقة أيضا وتتساءل عن مرحلة ما بعد بوتفليقة. يجب على المجلس الدستوري أن يجتمع ويطلع على الملف الصحي للرئيس، وهنا يقول هل للرئيس له الحق في إتمام مهمته أو يعلن عن عجزه وندخل في انتخابات رئاسية مسبقة. أمام مستشفى مصطفى باشا الذي يضم مركزا لمعالجة مرضى السرطان ويوجد منه 2 فقط في الجزائر، تجمع مواطنون غاضبون بسبب نقص التكفل الطبي بمرضى السرطان، رافعين شعار فالدغراس للجميع نسبة للمستشفى الفرنسي الذي عولج فيه بوتفليقة. إلا راهو مليح، إلا ما راهوش مليح، وهم عمرهم ما داروا لنا حساب، وإحنا عمرنا ما درنا لهم حساب. مرض بوتفليقة يذكر الجزائريين بأمراض وأزمات يعانون منها، وهذا رغم الوضع المالي والاقتصادي المريح الذي تعرفه البلاد. تناقض يصعب فهمه وتفهمه يوما بعد آخر.